البرد الزايد اللي كاين هاد الايام في المغرب راجع لمجموعه ديال العوامل اللي مرتبطه بالتغيرات المناخيه العالميه وظواهر جويه محليه. كيفاش الجو كيتاثر بالتربه ودور التكنولوجيا في اعطاء توقعات مستقبليه مبنيه على عمليات معقده. تابع مع هذا الفيديو على بركة الله. نبداو. التغيرات المناخية كتلعب دور كبير في التقلبات ديال الطقس. الاحتباس الحراري ماشي غير كيزيد الحرارة، ولكن حتى كيدير اضطرابات في النظام المناخي، وهذا كيسبب فصول الشتاء أكثر برودة في بعض المناطق، بحال ارتفاع حرارات القطب الشمالي كيدير اختلال في التيارات الهوائيه اللي كتنظم الطقس وكيخلي الهواء البارد ينزل بزاف في الجنوب وكيوصل حتى للمغرب. هذه الظاهره كتعرف باسم الدوامه القطبيه اللي كتعني انتشار الهواء البارد بعيد عن المناطق القطبيه. كما ان بحال ظاهره النينيا اللي هي دوره طبيعيه كتاثر على المحيط الهادي، كتسبب في تبريد ديال الجو في بعض المناطق العالميه بما فيها شمال افريقيا. النينيا كتخلي التيارات الهوائيه تتغير، وهذا الشيء كيجيب موجات برد قويه للمغرب. في هذا الموسم مناطق كثيره في المغرب تعرضت لانخفاض كبير في الضغط الجوي. هذا الانخفاض كيجذب الرياح البارده اللي جايه من اوروبا ومن المحيط الاطلسي. الخريف كان ابرد من المعتاد، وهذا الشيء خلى التربه والهواء ما يسخنش مزيان قبل ما يدخل الشتاء، ونتيجه لذلك البرد بدا بكري وبشده. كما أن السحب عندها دور كبير في الحفاظ على حرارة الأرض بالليل، ولكن هذا العام في بعض المناطق عدد الأيام اللي كانت فيها السماء صافية كان زايد، وهذا الشيء خلى الحرارة تنقص بزاف بالليل. وكذلك تساقطات الثلوج هذا العام كانت فوق المعدل في بعض المناطق الجبلية بحال الأطلس الكبير والمتوسط، وهذا الشيء زاد في البرد اللي كيهبط للمناطق القريبة. زائد أن الرياح الباردة اللي جاية من أوروبا أو شمال الأطلسي كانت أقوى من المعتاد وزادت من الإحساس بالبرد. البرد غادي يبقى مستمر خلال الشهور الجايه، ولكن كيتوقعوا ان يكون تفاوت بحال ايام دافئه وسط موجات البرد. المناطق الجبليه غادي تبقى معرضه لتساقطات ثلجيه قويه، وهذا يقدر يأثر على التنقلات والحياة اليومية في هذه المناطق. كيفاش التكنولوجيا كتعاون في دراسة المناخ؟ التكنولوجيا ولا عندها دور كبير ومهم في فهم وتحليل التغيرات المناخية. بفضل التطور اللي عرفناه، الباحثين والجهات المختصة ولات عندهم وسائل دقيقة باش تراقب وتحلل طاقة الطقس والمناخ. كيفاش التكنولوجيا كتعاون في دراسة المناخ؟ التكنولوجيا ولا عندها دور كبير ومهم في فهم وتحليل التغيرات المناخية. بفضل التطور اللي عرفناه، الباحثين والجهات المختصة ولا عندها وسائل دقيقة باش تراقب وتحلل الطقس والمناخ وتلقى حلول للمشاكل اللي كاينة. أقمار الصناعية كتراقب الأرض من الفضاء وكتجمع معلومات دقيقة على المناخ بحال درجة الحرارة، الغازات في الغلاف الجوي وحالة الجليد في الأقطاب. مثلا الأقمار الصناعية ديال وكالة النازا ووكالة الفضاء الأوروبية كتساعد في تعقب التغيرات في المحيطات بحال مستوى البحر وذوبان الجليد. كما أن أجهزة استشعار كتحط في الأرض وفي البحر وحتى في الجو كتجمع بيانات فورية على الرياح، الأمطار والرطوبة. هذه البيانات كتكون ضرورية باش نفهموا التغيرات اللي كتوقع في المناطق الصعبة الوصول ليها بحال الصحاري، الجبال العالية والغابات. باستخدام الحواسيب الخارقة السوبر كمبيوترز، العلماء كيقدروا يطوروا نماذج حاسوبية اللي تقدر تتوقع التغيرات المناخية. هذه النماذج كتساعد في معرفة شنو غادي يوقع للمناخ في المستقبل، تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المدن والفلاحة، وشحال غادي يزيد مستوى البحر بسبب ذوبان الجليد. باستعمال الأنظمة الحاسوبية والنماذج المناخية الكليمات مودلز، النماذج المناخية هي أدوات رياضية وتقنية كتستعمل الحواسيب الفائقة السوبر كمبيوترز باش تفهم وتوقع التغيرات المناخية. هذه النماذج كتكون مبنية على معادلات فيزيائية وكيميائية اللي كتوصف التفاعلات بين الغلاف الجوي، المحيطات، التربة والجليد. الأرض كتقسم المربعات ثلاثية الأبعاد جريدز كتمثل مناطق صغيرة من الغلاف الجوي، المحيطات والتربة. كل مربع كيمثل جزء صغير من الأرض. الحاسوب كيحسب القيم ديال درجة الحرارة، الرطوبة، الرياح إلى آخره في كل مربع. هذه النماذج كتعتمد على معادلات رياضية باش تحسب كيفاش كتطور الظروف المناخية عبر الزمن. كتدرس انتقالات الحرارة، كتراقب التفاعلات ديال الغازات بحال ثاني أكسيد الكربون والميثان. النماذج كتحتاج بيانات أولية initial data بحال درجة الحرارة الحالية، حالة الرياح، تساقطات اللي كتجي من الأقمار الصناعية ومحطة الطقس. الحواسيب الخارقة سوبر كمبيوترز كدير ملايين العمليات الحسابية في الثانية باش تحسب التغيرات المناخية عبر السنوات.
باستعمال نماذج عامة اللي هي Global Climate Models GCMs. هاد النماذج كتغطي الكرة الأرضية كاملة، كنخدموها باش نفهموا التغيرات المناخية طويلة المدى. نموذج الدوران العام GCM هو أحد أشكال نماذج المناخ، كيطبق نموذج رياضي للدوران العام للغلاف الجوي الكوكبي أو المحيط. كيخدم معادلات نافير ستوكس على كرة دوارة مع شروط الديناميكية الحرارية لمصادر الطاقة المختلفة مثل الإشعاع والحرارة الكامنة. ديك المعادلات هي الأساس لبرامج الحاسوب المستخدمة لمحاكاة الغلاف الجوي لكوكب الأرض أو المحيطات. أما النماذج الإقليمية Regional Climate Models RCMs كتركز على مناطق محددة بحال شمال إفريقيا وأوروبا، كتكون أدق من النماذج العالمية. النماذج المتخصصة Specialized Models كتدرس عناصر معينة بحال المحيطات أو ذوبان الجليد. شنو كيعطينا النموذج المناخي؟ كيعطينا التوقعات المستقبلية، كيفاش غادي تغير درجة الحرارة، شحال من الأمطار غادي تطيح، كيفاش غادي تأثر مستوى البحر، التغيرات المناخية طويلة الأمد، تأثير انبعاثات الكربون على المناخ في المستقبل، السيناريوهات المختلفة بحال إلى زاد التلوث أو نقص. النماذج كتساعد في توقع الأعاصير، الفيضانات أو الجفاف. بتطوير الحواسيب الفائقة السوبر كمبيوترز بحال الساميت أو ال OLCF4 هو حاسوب فائق طورته ال IBM باش يخدموه في مختبر أوك ريدج الوطني. في نوفمبر عام 2018 كان أسرع الحواسيب في العالم بقدرة 200 فلوبس. كما أن الحاسوب فوغاكو الياباني اللي كتعني حاسوب فائق يوجد في معهد ريغل للأبحاث الطبيعية في مدينة كوبي في اليابان. المناخ فيه بزاف ديال العناصر المرتبطة وصعيب نتوقعها كلها بدقة، لذلك العلماء كيواجهوا تحديات معقدة من ضمنها نقص البيانات. في بعض المناطق بحال الصحاري المحيطات العميقة ما كيتوفروش على بيانات كافية، زائد تشغيل نماذج كيحتاج وقت طويل بزاف باش يعطينا نتائج دقيقة. لكن أهمية هذه التكنولوجيا في المغرب كاينين توقعات على الجفاف والفيضانات كتساعد في التخطيط للفلاح، وفي العالم كتعطي للحكومات معلومات لاتخاذ قرارات حول تقليل الانبعاثات الغازية. النماذج المناخية هي واحدة من أقوى الأدوات اللي كتعطي نظرة شاملة على المستقبل المناخي، ومع تقدم التكنولوجيا غادي تولي هذه النماذج أدق وأكثر فعالية. تدخل الذكاء الاصطناعي AI في هذا المجال كيحلل كميات ضخمة ديال البيانات المناخية بسرعة وبدقة. مثلا ال AI كيقدر يحدد الأنماط اللي كتأثر على المناخ بحال ارتباط التلوث الصناعي بارتفاع الحرارة. أما استعمال الطائرات بدون طيار باش نراقبوا المناطق النائية بحال الغابات والصحاري يعطي معلومات على المناطق الصعاب، كتساعد في تعقب حرائق الغابات وزحف التصحر أو تأثير الفيضانات. أما مستشعرات المحيطات والغواصات الآلية، الغواصات الآلية كتراقب حالات المحيطات بحال درجة الحرارة والتيارات البحرية. هادشي مهم حيت المحيطات كتأثر بزاف على المناخ وكتخزن كميات كبيرة ديال الحرارة. تطبيقات مثل ويذر ابس ولا منصات بحال ايرث نول سكول كتخلي الناس يتابعوا الطقس والتغيرات الجوية بشكل يومي. التطبيقات كتعتمد على التكنولوجيا باش تعطي معلومات دقيقة وفي الوقت الفعلي الريل تايم. التكنولوجيا كتساهم في إنتاج طاقات متجددة بحال الشمسية والريحية، وهذا الشيء كيعاون باش نقللوا من الانبعاثات الغازية اللي كتسبب في التغير المناخي. شنو الفائدة من هذا الشيء؟ التوقع المبكر كيسمح لنا نتنبؤوا بالعواصف والفيضانات أو الجفاف قبل ما يوقع، وفي التخطيط مساعدة الحكومات باش يخططوا لمواجهة الكوارث الطبيعية. كما أن استخدام التكنولوجيا باش نقللوا من التأثير ديال الكوارث على الناس والبيئة. نشر الوعي على حالات المناخ باش الناس يكونوا مستعدين لأي تغيرات. التكنولوجيا هي المفتاح الرئيسي لفهم وتحليل المناخ اليوم، وكتعطي فرصة للعالم باش يلقى حلول فعالة للتحديات اللي كيواجهوها. كنواجهوا تقلبات مناخية خطيرة، لذلك واجب علينا استعمال عقلاني للطاقة للتدفئة بحال الغاز أو الكهرباء، تجهيز المنازل باش تكون أكثر عزلة من البرد، الاحتياط في اللباس خصوصا للأطفال وكبار السن حيث هما الأكثر عرضة لأضرار البرد، متابعة نشرات الطقس باش الناس يكونوا على علم بأي موجات برد جديدة. هذا البرد الزايد راه جزء من التغيرات اللي كنعيشوها بسبب المناخ، وخاصنا نتأقلموا معها بطريقة واعية، وخاصنا نكونوا على يقظة لأن الكوارث يمكن توقعها، اتخاذ إجراءات وتدابير للتقليل من الأضرار.
إلى هنا انتهى موضوع حلقتنا اليوم. شكرا على المتابعة، ما تنساش تدعمنا باش يمكننا نواصلوا في إنتاج مثل هذا المحتوى. السلام عليكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله.